عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم كامل متابعينا في فيديو جديد. اليوم جبنا لكم مجموعة من أهم الأخبار في عالم كرة القدم، من ريال مدريد والنجم العالمي هالاند إلى الضربات الموجعة اللي تلقاها اف سي برشلونة قبل المواجهة الكبيرة ضد أتلتيكو ريال مدريد. وزيد معها آخر ترشيحات مونديال 2026 وين إسبانيا راهي في الصدارة والمنتخب المغربي يشرف إفريقيا. وما ننسوش نحكوا على مستقبل النجم العالمي محمد صلاح مع ناديه ليفربول. وخليكم معنا حتى للنهاية باش تعرفوا كل التفاصيل والأخبار الحصرية. ريال مدريد فريق اللي دائما متعود على النجوم الكبار والتاريخ العريق، راهو ديما يخلي الأنصار تاعو يحلموا بصفقات كبيرة. ومن بين الأسماء اللي داروا ضجة كبيرة في السنوات الأخيرة كان النجم النرويجي هالاند، مهاجم قوي ويماركي بطريقة تخوف أي دفاع. وريال مدريد اللي خرج أساطير كيما كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما دائما يقلب على مهاجم يكون خليفة لهم ويكمل المسيرة تاعهم. ومن هنا يبدأ الكلام بزاف على إمكانية انضمام هالاند للفريق الملكي، خاصة وأنه عنده كل المواصفات اللي يحتاجها الريال: قوة بدنية، حس تهديفي عالي، وقدرة على الحسم في المباريات الكبيرة. وهالاند اللي هو يلعب حاليا مع مانشستر سيتي وأثبت بلي راهو واحد من أخطر المهاجمين في العالم، والأرقام نتاعو خيالية سواء في الدوري الإنجليزي ولا حتى في الشامبيونز ليج، ودائما يكون حاضر ويسجل في الأوقات الصعيبة. وهذا الشيء خلى بزاف أنصار ريال مدريد يتمناو يشوفوه لابس القميص الأبيض في الريال مدريد. ولكن الصفقة هذه ما راهيش بالسهل، لأنه مانشستر سيتي ما راحش يفرط فيه بكل سهولة، خاصة وأنه عنصر أساسي في مشروع الفريق. وزيد على ذلك كاين منافسة كبيرة من أندية أخرى، وكل فريق يحب يجيب لاعبين كيما هالاند اللي يقدر يبدل الموازين أي مقابلة كانت. ومن جهة أخرى ريال مدريد راهو يبني في فريق شاب فيه لاعبين كيما فينيسيوس جونيور وبيليغهام، وهذا الجيل الجديد قادر يسيطر على أوروبا لسنوات جاية. وتخيل برك إذا ينضم هالاند لهذه التشكيلة راح يكون هجوم ناري ويخوف أي فريق في العالم. وكاين حتى نقاش كبير بين الأنصار: واش ريال مدريد يحتاج هالاند وليكمل بالمشروع الحالي نتاعو؟ والبعض يقول بل الفريق راهو متوازن وما يحتاج لتغييرات كبيرة. وتبقى الصفقة تاع هالاند لريال مدريد مجرد حلم بالنسبة للكثير من الأنصار، ولكن في عالم كرة القدم كلش ممكن. وريال مدريد معروف بالصفقات المفاجئة، ويمكن في يوم من الأيام نشوف هالاند في سانتياغو برنابيو ويحتفل بالأهداف قدام جماهير الميرينغي. برشلونة راه يعيش فترة صعيبة قبل المواجهة القوية اللي ضد ريال مدريد، وخاصة بعد ما تلقى زوج ضربات موجعة في نفس الوقت. الفريق الكتالوني اللي دائما يعتمد على الاستقرار والتشكيلة المتكاملة تلقى خبر إصابة زوج من النجوم تاعو خلال فترة التوقف الدولي، وهذا الشيء خلى الأنصار يتقلقوا بزاف. الفريق تاع برشلونة كان يعول على كل اللاعبين باش يدخل مقابلة ريال مدريد بأفضل جاهزية، بصح الإصابات جات في وقت حساس جدا، واللاعبين اللي تصابوا كانوا مهمين في التشكيلة تاعو سواء من ناحية الهجوم ولا في الوسط، وغياب تاعهم راح يأثر على التوازن تاع الفريق تاعهم. والمشكل الكبير هو أنه هذه الإصابات جاو خلال فترة التوقف الدولي، وهي حاجة دائما تخوف الأندية الكبيرة، والمدربين ديما يخافوا على اللاعبين تاعهم يروحوا للمنتخبات ويرجعوا مصابين. وهذا بالضبط واش صرا لبرشلونة في هذه المرة، والفريق كان حاب يحافظ على النسق نتاعو، بصح هذه ضربات خرقت كامل الحسابات. والمدرب راهو الآن في ورطة كبيرة ولازم يلقى حلول سريعة غيابات باللاعبين آخرين سواء من دكة الاحتياط ولا من الشباب. بصح بصراحة تعويض لاعبين أساسيين في مقابلة كبيرة كما هذه ما راهيش بالسهل، خاصة قدام فريق منظم وقوي كما ريال مدريد. ومن جهة أخرى أتلتيكو راح يستغل هذا الوضع هذا، لأنه يعرف بلي برشلونة راه ناقص وراه يحاول يضغط من البداية باش يحقق نتيجة إيجابية. والمواجهة هذه راهي مهمة بزاف في سباق الدوري، وأي خطأ ممكن يكلف الفريق نقاط عالية جدا. وأنصار برشلونة راهم مقلقين، بصح في نفس الوقت عندهم ثقة في الفريق نتاعهم، خاصة وأنه النادي دائما يقدر يخرج من الظروف الصعبة، ويمكن نشوفوا لاعبين شباب يبانوا ويستغلوا فرصة باش يثبتوا رواحهم في الميدان.
وهذا دائما يكون إيجابي على المدى الطويل. والمقابلة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد راح تكون اختبار حقيقي للفريق الكتالوني. يا إما يثبت باللي يقدر يتأقلم ويتجاوز الغيابات هذه، يا إما الإصابات راح تأثر عليه وتخليه يضيع نقاط مهمة في هذه المرحلة الحساسة من الموسم هذا. ومع اقتراب موعد مونديال 2026 بدأوا التحليلات والترشيحات يخرجوا بقوة، وكل واحد يحاول يتوقع شكون الفريق اللي عنده الحظ الأكبر باش يرفع الكأس. وحسب آخر التوقعات جاء الفريق الإسباني في صدارة المرشحين، وهذا ما راه شيء غريب خاصة بعد المستوى الكبير اللي راه يقدمه في السنوات الأخيرة. والمنتخب الإسباني يرجع بقوة وعنده جيل شاب ومهاري ويلعب كرة جميلة ويعتمد على الاستحواذ والتحكم في اللعب، وهي الطريقة اللي دايما ميزاته. بزاف يشوفوا بلي إسبانيا عندها كل الإمكانيات باش تروح بعيد في المونديال، وخاصة إذا حافظت على الاستقرار تاعها. ومن جهة أخرى الخبر اللي فرح بزاف العرب والأفارقة هو تصنيف المنتخب المغربي في المركز 13 عالميا والأول إفريقيا من حيث حظوظ التتويج، وإنجاز كبير للمنتخب المغربي، وخاصة بعد الأداء التاريخي اللي داروا في مونديال قطر وين وصلوا لنصف النهائي وشرفوا الكرة العربية والإفريقية. المنتخب المغربي ولا عنده سمعة كبيرة عالميا، ولاو الفرق الكبار يحسبوا له ألف حساب، وعنده اللاعبين المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية، وتنظيم تكتيكي عالي وروح قتالية كبيرة داخل الميادين. وهذا الشيء كامل خلاه يكون من بين الفرق اللي ممكن يتفاجأ الجميع مرة أخرى. والترشيحات هذه تبقى غير توقعات، بس في كرة القدم كل شيء ممكن. وكاين منتخبات أخرى قوية كما فرنسا والبرازيل اللي دائما يكونوا حاضرين بقوة في المواعيد القادمة. والجماهير اللي راهي تستنى مونديال 2026 بفارغ الصبر، خاصة وأنه راح يكون فيه منافسة كبيرة بين المنتخبات ويمكن نشوفه مفاجأة كما العادة. والسؤال اللي يبقى مطروح، هل إسبانيا تقدر تأكد ترشيحات وتفوز بالكأس، ولا نشوفه منتخب آخر يقلب الطاولة؟ والخبر اللي دار ضجة كبيرة في عالم كرة القدم وهو مستقبل النجم المصري محمد صلاح، ولا موضوع كبير في عالم كرة القدم، وخاصة هذه الفترة اللي كثر فيها الكلام على واش راح يبقى ولا يبدل الأجواء. صلاح اللي صنع اسم كبير مع ليفربول ولا واحد من أساطير النادي بفضل الأهداف والإنجازات اللي حققها معهم. ومن نهار جاء لليفربول صلاح بدل كلش. بزاف إشاعات على الانتقال تاعو، وخاصة نحو أندية كبيرة ولما لا حتى عروض خيالية من الدوري الخليجي. وبعض التقارير تقول بلي ممكن يجرب تجربة جديدة سواء من أجل المال ولا تحدي جديد. وبعض آخر يشوف بلي بقاؤه في ليفربول هو الخيار الأفضل، خاصة وأنه مازال قادر يعطي بزاف للفريق. ومن جهة أخرى ليفربول ما يقدرش يتخلى على اللاعب هذا بكل سهولة، وهو عنصر أساسي في الهجوم وقائد داخل الميدان، والغياب تاعو راح يكون ضربة كبيرة للنادي. ولهذا الإدارة تحاول تقنعه بالبقاء سواء بعقد جديد ولا بمشروع رياضي قوي. وكاين حتى عامل السن، وصلاح راهو قريب يوصل لمرحلة لازم يختار فيها، يا يواصل في أعلى مستوى في أوروبا يا يروح لتجربة أقل بصح مريحة أكثر. والقرار هذا مراش بالسهل، خاصة وأنه عنده اسم كبير ولازم يحافظ على المستوى تاعو والصورة تاعو. والجماهير من جهتها راهي منقسمة، وكاين اللي يحب يشوفه يكمل مع ليفربول ويزيد يكتب التاريخ، وكاين اللي يشوف بلي الوقت المناسب باش يبدل ويجرب حاجة جديدة قبل ما يفوت الوقت. ولا هنا خوتي خواتاتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاع اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس أمرا. والملتقى في فيديو جديد من فيديوهات الرياضية.